مينا، اهلا بيك في طعمية في الغربة. اهلا بيك سعيد. أنا متشكر جدا بجد ان انت قررت تطلع معايا. انا زي ما قلت لك شفت الشغل اللي كنت بتعمله في ارشيف شبرا، ودي اكتر حاجة حسيت انه محتاج اتكلم معاك فيها. وخلينا نبدأ بقى من الحتة دي، وتقول لنا كده ايه هو ارشيف شبرا، وليه بتعمل ارشيف شبرا اصلا. أه يعني هو ارشيف شبرا يمكن الاسم نفسه. الاسم الرسمي للمكان هو مركز سرد للتاريخ والابحاث الاجتماعيه. ارشيف شبرا هو الاسم المتعارف عليه يعني وسط الناس وكده. فاحنا في المكان بناخد كلمه ارشيف، مش الكلمه، مش المعنى الكلاسيكي لكلمه ارشيف يعني. مش الورق والمستندات القديمة والجوابات القديمة، ده موجود وده بنحاول نعمله، لكن احنا عندنا أرشيف أكتر ك بروسيس أو كعملية موجودة على طول، عملية مكملة، يعني عملية بتكمل طول الوقت. فأرشيف شبرا هي فكرة ببساطة جدا، يعني جاتني وقت الدكتوراه وأنا بعمل الدكتوراه لسببين. أول سبب إن أنا لقيت كتير حاجات مكتوبة عن شبرا، يعني أو ممكن مذكورة في كتاب مثلا عن تاريخها او كذا، بس ما لقيتش مكان جوه شبرا يعني بيحتوي الحاجات دي. ما لقيتش حاجه جوه شبرا فعلا بتعكس الحاجات الاكاديميه، تقدر تقول اللي هي كتبت عن شبرا. امم. الحاجه التانيه انه، ومرتبطه بالحاجه الاولانيه برضو، اني مفيش يعني حاجه جوه شبرا برضو تحكي التاريخ بتاع المنطقه بشكل يومي او بشكل دائم. يعني ممكن يبقى مثلا ان حد يجي يعمل بحث مثلا معين زي ما انا عملت وكتبت عن شبرا وكده، بس ينشره في حتة، وبعد كده النشر ده يتعمل في مكان معين، وفي جامعة بره او في دار نشر بره او حتى في دار نشر في مصر. لكن مفيش حاجة بقى بتكمل ده او بتبني ده، يعني مفيش حاجة تخلي فيه ربط ما بين اهل المنطقة نفسهم واللي بيتكتب عنهم. مفيش حاجة للناس نفسها يعني. بالظبط، ودي مشكله مش بس في شبرا، يعني انا يعني برضو دي حاجه تانية، ان كلمه ارشيف شبرا هي كلمه يعني تقول اعتباريه شويه او رمزيه شويه، لان هي مش بس مرتبطه يعني دي اول حاجه كلمه ارشيف، ان هو تبقى حاجه مستمره موجوده جوه المنطقه، تبقى حلقه وصل ما بين ما يكتب عن شبرا والاهالي شبرا في نفس الوقت. فدي يمكن دي الفكره. وكلمه شبرا هنا برضو برضو مش ان احنا مش بس بنشتغل على شبرا، احنا بنشتغل على مناطق حوالين شبرا كمان، الزاويه الحمراء، الشرابيه، السبتيه، الوراق، بولاق، كل الكلام ده. ف... فاحنا مش بس شغالين على شبرا يعني، ولكن هي كلمه ارشيف شبرا يمكن جت من حاجه مش موجوده، يعني لان كلمه ان مفيش حاجه اسمها ارشيف شبرا، فاحنا عملنا ارشيف شبرا او بنحاول نعمل ارشيف شبرا. دي الفكره يعني اكتر، ان هي مش فكره ان احنا عندنا حاجات فبنقول ده الارشيف بتاع شبرا، لا احنا تقدر تقول ان احنا بنعمل عمليه خلق للارشيف بتاع شبرا، او عمليه كرييشن يعني للارشيف بتاع شبرا. ازاي بقى بتاركايف نيبرهود يعني، او ازاي بتاركايف منطقة؟ السؤال اللي عندي. يعني انا دراستي دراسه انثروبولوجي، فانا مش مؤرخ يعني، مش دارس اللي هو تاريخ. علم الاجتماع او علم علم الاجتماع العلوم الانسانيه. هو في خناقه بتحصل بسبب ان علم الاجتماع هو الانثروبولوجي ولا لا، بس يعني هو يعتبر علم الاجتماع يعني بشكل او باخر. فعلم الاجتماع ده او الانثروبولوجي يعني المنهجيه الرئيسيه بتاعته يعني، او طريقه الكتابه بتاعته بتعتمد على الاثنوغرافيا، او اللي هي دي طريقه الكتابه بتاعته، اللي هي تنزل، ممكن تعمل فيلد وورك مع الناس، او ممكن ساعات الناس تعمل حاجه اسمها ديجيتال اثنوجرافي كمان، ممكن عن طريق النت كمان، وخاصه وقت الكورونا مثلا الناس برضو امم. عملت فكره الاثنوغرافيا اللي هي الرقميه دي. بس هي بتعتمد في الاساس على فكره وجودي انا كباحث وسط الناس، وعلاقتي مع الناس، هو ده اللي بيؤدي لفكره كتابه الاثنوغرافي. يعني انا مثلا اسمي مينا، ديانتي كذا، من منطقه كذا، بتكلم الطبقه الاجتماعيه بتاعتي كذا، بتكلم مع ناس طبقتهم كذا، ديانتهم كذا. اللي بيحصل بقى ان الانتراكشن او التفاعل ده هو ده اللي بيخلق الاثنوغرافي.
فده طبعا يعني في الارشيف زي ما احنا عارفين، يعني ان الارشيف في الاساس بيعتمد على مؤرخين يعني او تاريخ، يعني بيبقى ورق موجود في ورق قديم زي ما انا قلت، او مستندات قديمه سواء رسميه او جوابات مثلا قديمه او كذا، او ناس مثلا بعض الناس بتشتغل على كمان الشرايط الكاسيت القديمه او شرايط الفيديو القديمه، وبيعملوا بيها الارشيف مثلا بتاعهم، صح؟ مؤرخين اللي هم الاكاديميكس، الناس اللي اه شغاله الاكاديميك اوريدي. بالظبط، اه او حتى الناس اللي مهتمه بالتاريخ بشكل عام، صح؟ الناس اللي مهتمه امم. بالحاجات القديمه يعني بشكل عام، حتى لو ما درسوش تاريخ بس بيبقوا يعني مهتمين في يعني مثلا في كل محافظه او كل حتى في شوارع كمان ومناطق فيها حاجه اسمها المؤرخ المحلي، يعني هو مش باسمه كده، مش شغله يعني، ولكن هو تلاقيه الراجل كده قاعد معاه جرايد قديمه للمنطقه، معاه تاريخ المنطقه، تاريخ العائلات بتاعت المنطقه، وده بيبقى يعني في كل العالم موجود فكره اللوكال الهيستوريان يعني، اللي هو موجود. شفت فيلم مير تو مير، اسمه مير تو مير تقريبا، او من مير لمير، على لا مش نتفليكس. لا. آه عن منطقه انا مش للاسف مش فاكر فيها، بس اه في مير كبير، بتاع ايوه شفته صح صح، في انا المانيا تقريبا، ايوه تقريبا، انا او مش هنا. عارف مش فاكر بالظبط بس شفته، اللي هو فيلم، هو تقريبا حاجه زي كده، اللي كان في هو مؤرخ اللي هو، او يعني مش مؤرخ، الشخص اللي بالظبط. بيسجل حاجات، وهو مش اكاديميك ولا هو بروفيشنال. طبعا الشخص ده بيبقى بيساعد بقى الاكاديميكس، يعني لما بتروح اه. طبعا بتلاقي الشخص ده، وطبعا في يعني اصدقائنا كتير كمان اشتغلوا خاصه على مدن قناه السويس، يعني من تاريخها في الحروب وكده، كمان هتلاقي امم. الناس دي يعني مهمه جدا للباحثين يعني وكده. ف الشغل يعني لما انا فكرت في التاريخ، او ان انا مش دارس علم اجتماع وانثروبولوجي وده، والارشيف كلمه ارشيف اكتر مرتبطه بالمؤرخين او الناس اللي دارسه تاريخ وكده. انا بصراحه لقيت في حلقات وصل، يعني احنا مش منفصلين عن بعض، بدليل مثلا انه في ناس مؤرخين ابتدوا يكتبوا عن اثنوغرافيا، عن فكره الارشيف، امم. بمعنى انه مثلا زي فيلم بتاع اللي هو هاني رمزي، اللي هو لما يقول له ما هو الارشيف، لما عارف اللي هو اه. بالظبط، ابتدوا يكتبوا عن فكره الارشيف، يعني ايه ارشيف فعلا، اللي هو تلاقي هل هو الورق اللي بنشوفه قدامنا، ولا الورق اللي مش بنلاقيه، الورق اللي امم. مش موجود، فكره الابسنس او الغياب بتاع الورق ده، هل ده بيقول لنا حاجه عن التاريخ برضو؟ امم. ابتدوا برضو يكتبوا عن علاقتهم بالناس مثلا اللي شغاله في دار الكتب او دار الوثائق او كده، علاقتهم اليوميه مع الناس دي، فهم بيكتبوا عن العلاقات دي، وفي ناس نشرت ورق عن ده. فده اثنوغرافيا، دي يعني دي كمان بيسموها اثنوغرافيا الارشيف، صح؟ فهي ربط كمان ما بين الاثنوغرافيا وبين الارشيف، انه مش بس ان انا بتعامل مع ورق، لا انا وانا بتعامل وانا قبل ما اخد الورق ده انا بسال شخص، او امم. الشخص ده بيصور لي الورقه او بيجيب لي الملف المعين اللي انا عايزه، الناس اللي بتروح دار الكتب وكده عارفه اللي انا بقوله ده يعني. فهو بقى في ناس بتكتب على ده كمان، مش بس بتكتب على الورق اللي بيتعاملوا معاه. هي الاكسبيرينس دي نفسها جزء من بالظبط. الارقام. يعني في مثلا مؤرخ كتب كتاب جميل عمر فودة، يعني عن البيره. البيرة بالظبط وستيلا، ففي الكونكلوجن او اخر فصل في الكتاب بتاعه بيكتب عن ده، يعني بيكتب عن لما امم. هو بيشتغل على عايز ورق يعني، او عايز حاجات عن الموضوع اللي هو بيشتغل عليه، فبيتكلم عن الحديث اللي دار ما بينه وما بين الشخص اللي بيصور له الورق او بيعمل له سكاننج للورق او كده. امم. ف... فدي طريقه جديده او يعني جديده نسبيا يعني في كتابه التاريخ كمان، اللي هو بتتكلم مع الناس في رؤيتهم للتاريخ كمان، مش بتتعامل بس بالورق. امم. طبعا ده برضو حاجه تانية مرتبطه كمان بالتاريخ الشفوي، ويعني ده بقى مجال برضو كبير جدا، فكره التاريخ الشفوي اللي هو تاريخ اكتره، يعني الناس بتقول التاريخ الغير مكتوب، او تعليقات الناس على التاريخ المكتوب، صح؟ يعني مثلا لما تيجي تجيب جرايد قديمه وتقعد مع ناس مثلا وتقول لهم ايه رايكم في الكلام ده، امم. جرايد مثلا من 10 سنين 20 سنه او 50 سنه، فتلاقي ناس بتتكلم او بتجيب صور قديمه والناس بتقعد تحكي حكايات عن الصور دي، البومات صور في البيوت مثلا. فده طبعا ده برضو اسمه تاريخ شفوي، ان هو إن انت بتحكي التاريخ من خلال سرديات الناس، وفي الاخر بتبتدي تربطها برضو بالورق القديم او الحاجات القديمه. فهو مش منفصل، يعني هو يعني انا قلت في الاول اني مش دارس تاريخ، ولكن لقيت نفسي
او لقيت ان في مؤرخين دارسين تاريخ بيشتغلوا بناحيه انثروبولوجيه شويه، لو بيشتغلوا مع الناس، بيتكلموا مع الناس وبيكتبوا عن ده. و... و... والناحيه التانيه برضو في حاجه اسمها الهيستوريكال انثروبولوجي، اللي هي الانثروبولوجيا التاريخ، او اللي هو الناس بتدرس ان بتعمل اثنوغرافيا مثلا، او بتكتب اثنوغرافي او اثنوغرافيا عن مفهوم الناس مثلا عن حدث قديم حصل، وليكن امم مثلا زلزال 92، او مثلا نكسة 67. صح، بتقعد مع ناس بتسالهم عن الموضوع ده. فدي في حد اللي انت في حد ذاتها دي بتشوف بتكتب حاجه تاريخيه، ولكن من وجهه نظر ناس عايشه دلوقتي. فانت بتكتب عن الحاضر من خلال رؤيه الناس عن المستقبل. هو قصدي يعني اقول ان ده مش منفصل عن ده. امم ارشيف شبرا بنشتغل على بنحاول نربط الحاجات دي ببعض. عندنا الورق، عندنا ورق قديم وشرايط كاسيت قديمه وحاجات قديمه من الناس يعني بتجمعها من من الناس الناس. ممكن يعني حتى ممكن ابقى اقول لك كمان شويه ايه بالظبط اللي جمعناه لغايه دلوقتي. امم وعندنا كمان تاريخ شفوي، يعني بنتكلم مع الناس، بنسجل معاهم عن نفس الموضوع. وعندنا كمان تالت حاجه اللي بنسميه يعني مصادر ثانويه او secondary sources، اللي هي زي مثلا تقدر تقول افلام، روايات، امم حاجات قديمه ممكن توريك الموضوع اللي انت بتشتغل عليه في ايه. يعني مثلا المثال بتاعنا اللي هو المشروع لسه مخلصينه، يعني اللي هو مشروع الترام. نزلنا كتاب مع دار هنا للنشر، وبدعم يعني من الجامعة الأمريكية وجمعية استكشاف مصر، عن الترام، تاريخ الترام. ففي المشروع ده عملنا كذا حاجة. أول حاجة زي ما تقول كده ابتدينا من النص اللي هو إيه، اللي هو الأفلام والروايات والأغاني اللي اتناولت الترام. يعني لو الترام في شبرا ولا ترام عموما؟ عموما، ما انا اوكي. ما أنا عشان كده بقول لك هي شبرا هنا مش ان احنا بنشتغل عن شبرا بس. امم احنا بنبدا من شبرا، يعني احنا اكيد شبرا عدى منها الترام، امم ولكن ما كانتش منعزله عن المناطق اللي حواليها. فبالتالي انت عمرك ما هتاخد ترام شبرا بس. يعني ترام شبرا كان بيروح وسط صح. البلد او العتبه، كان مصر بيروح الجديدة. المطريه. بالظبط، يعني ما كانش في دايركت. اعتقد مصر الجديده كان بيعدي لازم المطريه، وبعد كده المطريه تقريبا يعني بتعدي المطريه. امم بتروح السبتيه، يعني بتروح فاهم، بتخرج بره شبرا يعني. ف... فلقينا الورق لا، اول حاجه ابتدينا من النص زي ما قلت لك، اللي هو الافلام والاغاني والمسلسلات والروايات وكده، اللي اتناولت الترام بشكل او باخر، سواء مشهد من فيلم حصل في ترام، او ناس عملت اغنيه عن الترام، او هكذا. وبعد كده ابتدينا ان احنا لقينا زي ورق قديم مرتبط بالترام، شكاوي ناس واهالي يعني عن الترام. الناس مثلا بتشتكي ان هو الترام بيجي متاخر، او ما بيجيش خالص، او بيعمل دوشه، وهكذا. وبعد كده تالت حاجه بقى لقينا اني كده ابتدينا من النص، بعد كده رجعنا ورا شويه. الورق ده مثلا من 1915 و12 وكده، امم بدايه الترام، يعني اللي هو من اول مثلا 20 30 سنه. وبعد كده لقينا ان احنا يعني مجبرين بشكل او باخر ان احنا نتكلم مع الناس كمان اللي شافت اخر سنين الترام، الناس اللي لحقت الترام، سواء في مناطق معينه زي شبرا مثلا اللي هو اتشال منها سنه 92، او مصر الجديده اللي هو اخر حاجه خالص كان 18 2018 2019 حاجه زي كده. امم ف- فحاولنا ان احنا نربط زي ما تقول ميثودز مختلفه او طرق للبحث مختلفه، اللي هي التاريخ الشفوي، والاعتماد على الوثائق القديمة، وكمان الاعتماد على كمان الأدبيات كمان، سواء الأدبيات دي يعني كتب أكاديمية كتبت، أو حتى أدبيات بمعنى رواية مثلا. الرواية مثلا، أو فيلم، أو كده أو كده يعني. اها. بس فقدرنا بشكل أو بآخر إن إحنا نربط ما بين الثلاث حاجات دول. مش يعني الفكرة طبعا إحنا بندي على قد ما نقدر زي صورة شبه كامله. مش هقول كامله طبعا، لان فيها اكيد حاجات ناقصه كتير، ولكن انت تربط اشكال الترام او تاريخ الترام على مدار 120 سنه، تقدر تجيبه، يعني تجيب منه ايه، زي عارف انت سناب شوتس كده، زي ما الناس بتصور بالصوره، بتلقط امم لقطات كده من تاريخ الترام.
بس فهنا كلمة أرشيف، إحنا يعني عملنا الأرشيف من خلال الورق، من خلال الأدبيات اللي اتكتبت عن الترام أو الروايات أو كذا اللي تناولت الترام، وكمان من خلال ال- التاريخ الشفوي اللي هو الكلام مع الناس. الكلام ده مهم جدا، لانه لما اجي وانت بتتكلم دلوقتي عن ترامب، اللي هو ده كان فيه ترامب ده، انا يعني للحظه كده سقطت انه جزء من، وانا بكبر في مصر الجديده كنت بركب المترو او الترام ده علشان اخش على المدرسه، وكان بربع جنيه، وكان جزء من حياتي في وقت ما. ومع كل التغيرات اللي بتحصل دلوقتي، في حاجات كتير جدا هتختفي، واحنا ما ممكن ما نعرفش اصلا نتكلم عنها، لان احنا ما عندناش حاجه ملموسه او مش ملموسه، ما عندناش حاجه نقدر نوثق بيها ونقول انه كان في ده، وده كان بيأثر علينا بالشكل ده، وكان بيأثر على الناس اللي في المناطق التانية بالشكل المختلف ده. وفكرة أرشفة دي الكلمة ولا أرشيف أركايفنج يعني. فعل، مش فعل بس. الأرشفة يعني نفسها برضو جديدة علينا. أنا بس كنت عايز أتكلم معاك عشان كده، لأن أنا بحس له إزاي أرشف منطقة، وده خلاني أفكر إزاي أرشف تاريخ مثلا عيلتي نفسها. لانه انا جدي كان مؤرخ، كان مؤرخ في جامعه الزقازيق، عن تاريخ مصر الحديث يعني، وبيركز في الحته دي. ولما توفى في 2013 كلنا بصينا لبعض كده، اللي هو احنا نعمل ايه بحاجته دي كلها؟ يعني في كتب كتير، وفي حاجات جوابات، وكلها حاجات لسه موجوده لغايه دلوقتي، يعني محتاجين نأرشفها او يعني نتعامل معاها بشكل ما. بس كانت اول مره ساعتها افكر انه انا عايز ارشف تاريخ جدي، بس اعملها ازاي او بعمل بيها ايه. عشان كده الشغل ده مهم جدا، لانه لما نيجي نحكي للناس عن منطقتنا اللي هي بقت بالنسبه لي مصر الجديده مثلا، بقت مختلفه جدا عن لما انا كنت بكبر فيها، وبتختلف اكتر واكتر وبتعمل امباكتس مختلفه. الشغل اللي انت بتعمله ده بيعتبر مهم جدا، لانه بيساعد في الحته دي. فمن هنا كنت كمان عايز افكر في انه اكيد الموضوع ده بالنسبه لك هو، او المشروع ده انت بدات بس معاك ناس كتير شغاله فيه، مشروع شخصي بشكل او باخر، صح؟ أكيد طبعا، يعني أكيد و... يعني أول حاجة هات لنا الجوابات دي نشتغل بيها. يعني انت تقول لي بقى بعد كده اعمل ايه بالحاجات دي كلها؟ بس دي نقطة مهمة، يعني اللي أنا بقوله لك ده، يعني فاهم، دي نقطة مهمة المفروض تقول لي لا ده هتعمل بيها إيه، فاهم إزاي؟ أيوة. بس صح. يعني أكيد، بص أكيد مشروع شخصي أول حاجة، يعني يمكن دي حاجة تانية، يعني كويس إن أنت فتحت الموضوع ده دلوقتي. إنه يعني دي حاجة لسه كمان اسبوعين هنعمل معرض في الجامعه الامريكيه مع ايجيبت مايجريشنز مع مايكل افلاديوس. هو راجع مصر، وهنعمل هناك زي معرض كده مدته 5 ايام عن يعني هو مايكل هيعرض حاجه عن المهجر مهم. وخبرات وفكره الهجره والارشفه، ازاي نارشف لفكره الهجره والمهجر. واحنا في ارشيف شبرا هنعمل ارشفه عن فكره البيوت، يعني ازاي ان البيت نفسه يبقى ارشيف، يعني لان اول حاجه موقع ارشيف شبرا كمكان كمكتب، يعني هو مهم. بيت العيله القديم بتاعي اللي هو عيلتك لسه انت، فيه. صح؟ لسه في ناس من عيلتي عايشه فيه، وكان البيت مقفول فتره كبيره يعني. وبعد كده فكرت فعلا من حاجات شفتها يعني في ايطاليا، وشفت كمان ده في ألمانيا كمان، بس في إيطاليا كان أكتر بصراحة، اللي هو فكرة الحي اللي هو فيه مكان كده، ممكن يبقى محل صغير، ممكن يبقى بيت حتى موجود فيه ناس ممكن تكون كبيرة، أو أغلبها بيبقى كبير في السن، بيحاولوا إن هم يرشفوا لتاريخ المنطقة دي. آه، ده يعني موجود بره بشكل كبير، موجود في جنوب أفريقيا برضو كتير، يعني ما رحتش مم. جنوب أفريقيا بس يعني ليا أصدقاء هناك، يعني قالوا لي على الموضوع اللي هو فكرة الكوميونتي اركايف او الارشيف المجتمعي ده. طيب، ده يعني اول حاجة اهميته ايه، وتاني حاجة بيتعمل ازاي. اهميته ايه؟ اهميته ان هو اول حاجة آه على حسب سياق الحي نفسه، حسب سياق المنطقة. يعني مثلا في جنوب افريقيا كان الفكرة من الارشيف المجتمعي اللي ظهر هناك ده، كان للرد على، او مش للرد على، كان زي يعني مناهض يعني ازاي التاريخ اتكتب في جنوب افريقيا ايام الابارتايد. آه.
كانت أيام وقت العنصرية يعني هناك، والفصل العنصري وكده. مهم. لأنه كان تاريخ كله تاريخ أبيض، يعني تاريخ اللي هو الناس البيض هناك، صح؟ مهم. فبعد الأبارتايد ما خلص، الناس عملت المبادرات دي يعني بناء على شغل كانوا يعملوه وقت الفصل العنصري، ان هم لا احنا عايزين نكتب تاريخنا احنا بقى، يعني تاريخ المناطق دي، يعني تاريخ المناطق بتاعت البلاك كوميونيتيز هناك. مهم. ف- فطبعا ده طبعا يعني مش بس، يعني هو مش مجرد بس مناهض للتاريخ الابيض، هو بس هم عايزين يقولوا ان احنا كنا موجودين، احنا مش بس تاريخنا ان احنا كنا بنتعذب من البيض، او ان احنا كنا مهمشين، لا احنا كان لينا حياه، كنا بنلعب كوره، كنا بناكل، كنا بنشرب. فاحنا برضو تاريخنا مش بس مجرد ان احنا كنا مضطهدين يعني، او احنا ضحايا، لا احنا كنا فاعلين في التاريخ كمان، يعني لينا تواجد في التاريخ بشكل كبير، في تاريخ جنوب افريقيا يعني، او تاريخ الحي ده كجزء من تاريخ جنوب افريقيا، فاهم مم. قصدي؟ دي الفكره الثانيه بقى اللي عايز اقول لك عليها، اهميه الارشيف ايه، ان هو الارشيف المجتمعي او ارشيف البيوت، ده الشعار بتاعنا السنه دي في ارشيف شبرا يعني، او ان شاء الله في السنين جاي. فاهميه البيت كارشيف هي فعلا ان هي بدايه التاريخ، او بدايه كتابه التاريخ بتبدا من كتابه التاريخ الشخصي والتاريخ العائلي. يعني انت حتى لما بتلاقي اي حد بيكتب، مش هقول مش الاوتوبايوجرافي، لا الاوتو اثنوجرافي، يعني هو مم. الاثنوجرافيا الشخصيه، اللي هو غير الاوتوبايوجرافي اللي هو بيكتب بس عن نفسه وعمل ايه وانجازاته وكده، لا الاوتو اثنوجرافي بيبقى بيكتب من حاجته الشخصيه، بس هو مش هو بيبقى مركز الكتابه دي، هو بيبقى بيحاول بس ان هو بيبقى بيحاول يمد خيوط لحاجات تانية، كانوا عن بيت. تجربته يعني. بالظبط كده. فاهم قصدي؟ يعني هو مش بيتكلم بس عن نفسه، لا هو بيتكلم، هو بيبدأ من نفسه، بس بيحاول يتوسع بقى للمكان اللي بيروح يصلي فيه، للمكان اللي بيروح يقعد مع اصحابه فيه، للقهوة اللي بيقعد فيها، للكشك اللي بيقف عنده، فاهم قصدي؟ فهو مم. بتبقى يعني امتداد كده لمساحات مختلفة، هو بيعيشها وبيزورها يعني الشخص. فهمت فده قصدك. بالنسبة للأرشيف كبيوت من ناحية الأهمية. اكمل لك اللي ممكن بيتعمل ازاي، او كم يعني يا طبعا. ريت، انا كنت اسالك كده، لو انا دلوقتي، انت دلوقتي قاعد وعايز تارشف تعمل تارشف ارشيف خالص. تارشف تاريخ عيلتك او تاريخ بيتك او اي مرحله من حياتك، بتبدا يعني كبدايه بتجمع الحاجات ولا بتعمل ايه بالظبط؟ بص، هو الحقيقه يعني لو ابقى كداب لو قلت لك انا عارف بيتعمل ازاي، فاهم قصدي؟ لانه فعلا تاني مرتبط، شوف انا قلت لك كل حي يبقى ليه خصوصيه امم. كمان، كل منطقه ليها خصوصيه كمان، صح؟ وكل بيت ليه خصوصيه طبعا، يعني كل بيت نفسه ليه خصوصيه، يعني مثلا انت جدك كان مؤرخ في جامعة الزقازيق، أنا جدي كان تاجر فاكهة في رود الفرج، فاهم امم. قصدي؟ في شبرا. فأكيد يعني التاريخ كمان، الحاجات اللي أنا يعني هجيبها منه مختلفة تماما عن اللي أنت الحاجات اللي هتجيبها من جدك. جدي التاني كان عنده محل ملابس في شبرا برضه، امم. قماش يا رب. فأكيد اللي أنا هعتمد عليه مثلا وأنا ببني التاريخ بتاعه، هجيب الفواتير بقى، وأجيب فاهم كشوفات الحساب وحاجات الضرايب والحاجات دي كلها، وعشان احكي تاريخ شبرا من خلال الفواتير دي، من خلال كشوفات الحساب دي. وفي تجارب يعني في الانثروبولوجي بشكل خاص، وبشكل عام يعني في البحث يعني وكده، بتعمل كده، ان انت بتبدا فعلا من جوابات بس امم. من دي، وممكن من خلال الجوابات دي بتحكي قصه البلد كلها. يعني في تجربه في الهند، مش عارف عندي كده، لا مش عندي، موجود في الشغل، بس الكتاب ده بحبه جدا. الكتاب ده اسمه اياز اكاونت، يعني اياز اكاونت هو شخص اسمه ايا، امم. واحد يعني حفيده بقى انثروبولوجيست يعني، وبروفيسور كبير يعني. ف... فهم في الكتاب ده هم بيكتبوا الكتاب مع بعض يعتبر، حتى يعني هو الشخص هو بيحكي، وحفيده ده هو الاكاديمي يعني بيكتب. فهو الشخص تاجر فاكهة برضه، فهو بيكتب عشان هو ملهم ليا، عشان كده الكتاب ده مهم. هو بيكتب فعلا تاريخ، هو اسمه كتاب يعني السب تايتل A Ledger of Hope in Modern India. ايه. ليدجر اوكي. اللي هو كشف الحساب يعني، او بيدون فيه المشتريات، تدوين.
اه. مودرن شوف ربط ما بين ايه فاهم، واكونتس اللي هو حسابات يعني الحساب بتاعته، فربط ما بين فعلا امم. كشوفات الحساب بتاعته وتاريخ الهند الحديث. تخيل يعني بمناسبة بقى الهجرة وكده واهتمامات بيها، ان الشخص كمان يعني هو البروفيسور ده او الشخص اللي هو الاكاديمي ده بيحكي ازاي هو جده ساهم في ان هو بعد كده يسافر امريكا ويتعلم بره ويعمل دكتوراه وبعد كده، امم. فاهم قصدي؟ فهو ربط ان هو ازاي فعلا تاريخ الهند، من مش بس تاريخ الهند كبلد واستقلال وكده، لا تاريخ الهند كمان كناس هاجرت من الهند وسافرت بعد الاستقلال، ممكن يتحكي من خلال كشوفات الحساب اليومية اللي هي ممكن تبقى عند أي بقال في أي حتة في الدنيا. يعني أي أصغر بقال في أي حتة في مصر مثلا ممكن يبقى عنده نفس الأرقام دي، بس زي ممكن تحكي تاريخ البلد كلها منها. فده الممتع في التاريخ مهم الشخصي أصلا جدا، لان جدا. كمان ده حاله واحده بس، يعني انت برسبكتيف من ناحيه واحده، تخيل بالظبط بقى. شوف تماما، ما انت تقرا الكتاب بقى تلاقي ان هو بيحكي مثلا بيربطها بالاحتلال الانجليزي، امم. زي التجاره طبعا اختلفت. يشوف هو بيربط طبعا هو ازاي كان بيجي له البضاعه بتاعته. فطبعا قبل الاحتلال او اثناء الاحتلال الشكل. وبعد الاحتلال الدنيا اختلفت، حركه التجاره نفسها اه. اختلفت ما بين بقى فكره الوطن وظهور بقى الوطنيه مثلا في الهند. وبعد كده كمان فكره ان الناس بقى الاجيال الجديده ابتدت تسافر وتهاجر. امم. ده كمان أثر على فكرة برضو التجارة، وأثر على فكرة برضو التعليم، اللي بقى فيه أجيال جديدة متعلمة تعليم مختلف. فده كمان أثر مع افتتاح مثلا الهايبر ماركتس الكبيرة، ازاي ده أثر على تاجر صغير زيه مثلا. امم. فاهم؟ كل ده بيتحكي كلها. من خلال فعلا محل. انت بتخش محل بتقعد معاه بتشوف حساباته عامله ازاي، بيكتب ايه لو بيستخدم مثلا، لو هو صنايعي مثلا في حاجه معينه بيستخدم آلة معينه، امم. ازاي الآلات دي بتتغير، ازاي الناس بتحتفظ، بعض الناس لغاية دلوقتي بتحتفظ بآلات ممكن استخدمتها من 40 50 سنة، ناس تانية بتتدخل آلة جديدة، فطبعا ممكن دول يبتدوا يكسبوا أكتر، ابتدوا فاهم قصدي؟ امم. مليون حاجه. بالظبط فاهم ازاي؟ فكل ده طبعا يعني مهم جدا ان انت تبدأ فعلا من التاريخ الشخصي او تاريخ عائلي، ان انت مش بس تحكي تاريخ البيت بتاعك بس، كده بتحكي كمان تاريخ انت من خلال ورق جدك دي، ممكن تحكي تاريخ مصر الجديدة امم. وتاريخ الزقازيق وتاريخ اصلا فكره تدريس التاريخ، يعني ايه تبقى تدريس، وتاريخ بقى فكره تبقى معلم او تيتشر يعني في مصر. يعني انت ممكن تاخدها لكذا جهه، فاهم قصدي؟ يعني ممكن امم. تاخدها لكذا جهه. فمن خلال الورق ده او الجوابات دي مثلا ممكن فاهم تفتح بيها الحتت اللي انت عايزها من خلال بقى ايه المحتوى اللي موجود جوه. فممكن مثلا تاريخ مصر الجديدة أحكي أنا من خلال الترام زي ما عملنا مثلا في الكتاب أو في البودكاست حتى اللي عملناه برضو تبع المشروع يعني بتاع سلام امم. ترام. وأنت كمان ممكن تحكي تاريخ مصر الجديدة من خلال جدك، فاهم قصدي؟ فأنت كده أنت عندك رؤية لمصر الجديدة كمان من خلال كذا، مختلف. من مختلفه من خلال كذا برسبكتيف. كذا بالظبط. وآسف على الإطالة. لا يا عم، مفيش اطاله ولا حاجه، بالعكس، انا عايز اسمع منك يعني. لان انا بقول لك الحاجات دي شايفها فعلا مهمه جدا، وانا ما بداتش فكرتش فيها غير لما مشيت من مصر، لانه ودي نقطه يعني حابب اتكلم معاك فيها، انه بقت مع فكره الهجره، وازاي افكر في لا افكر فيا انا كشخص، والحاجات اللي خدتها معايا وانا مسافر. لما فكرت في الموضوع ده، انت خدت حاجات محدده جدا. خدت آه خدت حاجات بتاعت جدي، يعني كان جدي كان عنده بايب مثلا، خدتها معايا حطيتها معايا في كل حته. خدت كتب معينه. خدت زي جوائز كنت خدتها كده زمان، فاهم؟ وانا مثلا مش مراهق يعني، بس في الجامعه مثلا كنت حاططها على مكتبي في مصر، خدتها حطيتها على مكتبي في كندا. لغايه دلوقتي هي موجوده، بس مش شلتها من على المكتب خلاص. بس انا لما جيت بعديها بكذا سنه، كنت وانا خدت البتاعه دي تحديدا ليه؟ خدت تحديدا حاجه كده على المكتب، عايز احطها على المكتب عندي في كندا، تقريبا عشان كنت عايز احس انه انا بنقل جزء معين من ارشيفي تاريخي، وباخده وبحطه معايا في المكان الجديد عشان ابني جزء تاني. والحاجات دي كلها خلتني ابتدي افكر في الاوبجكتس بتاعتي انا وبتاعت اهلي وبتاعت عيلتي في مصر compared to
الاوبجكتس اللي انا بقيت اكونها في كندا، والميكس اللي بقى يحصل ده ما بين انه آه، منه حاجات مصرية جدا وحاجات كندية جدا وداخلة مع بعض، وفي منها ينفع يتاخد يرجع لكندا يرجع مصر، وفي منها ما ينفعش. ومن هنا كمان كنت عايز افكر في انه التجربة بتاعتك انت بقى ما بين كل الاكسبيرينس بتاعتك مع مع ارشيف شبرا او مع سرد سوري و... وشغلك في هو البي اتش دي. زي بعض. ايه الاتنين زي بعض. الاتنين زي بعض وشغلك في البي اتش دي، وبعد كده انت بقى نقلت حياتك لالمانيا. مش عارف انت ناقل فول تايم ولا في النص كده ما بين الاثنين، بس حابب اعرف الاكسبيرينس بتاعتك دي كلها من وسط كل اللي حكيته لي، والتجربه الشخصيه بتاعتك بقى مع الهجره او النقل بره مصر. آم، ازاي يعني ازاي بتفكر فيها؟ يعني يمكن انا ما هاجرتش فول تايم يعني زي ما تقول، لان امم برضه المانيا فاهم غير كندا طبعا، فاهم المانيا انت برضه في اوروبا ممكن يعني تروح وتيجي. خاصة كمان حتى المشروع الجديد مع جامعة دلوقتي عن سوريا وكده، فأكون متواجد يعني في لبنان في بعض الأوقات، أو حتى تركيا وكده في بعض الأوقات. امم ف- فمش بعيد قوي عن مصر يعني بشكل كبير. وأنا يعني مش من النوع اللي هو بحب أسافر فترة كبيرة قوي، يعني لازم كل شوية لازم أرجع يعني ايه ما بتحب تقعد في مصر؟ يعني ما فيش ما بعرفش. ولا بحب أقعد هنا على طول يعني، ولا بحب أقعد على طول، ولا بحب أقعد في مصر على طول. فاهم. ف... فدي حاجة. بس ال... بس هو فعلا أرشيف شبرا يعني أنا يمكن يعني تقدر تقول أكيد هو فريق شغال، إحنا يعني ناس كتيرة شغالة مش أنا بس. بس فعلا أنا فخور بيه يعني كمشروع، لأنه فعلا ده يعني حل تقدر تقول مشكلة نفسية كانت عندي وقت الكتابة، والمشكلة دي تلاقيها عند باحثين كتير قوي، اللي هي المشكلة بتاعت إنه طب إحنا بنكتب لمين؟ طب امم إحنا بنعمل ده ليه؟ فاهم قصدي؟ يعني اللي هو الناس ممكن يعني حتى أصدقائنا يعني اللي بيعملوا دكتوراه أو خلصوا مؤخرا أو كده، اللي هو بينشروا مثلا أوراق بحثية أو عايزين بعد كده يخشوا السلك يعني الأكاديمي، الطريق الجميل ده. ففعلا في at some point كده بتسأل نفسك انت بتعمل كده ليه؟ يعني انت بتكتب لمين؟ طب انا الناس اللي اشتغلت معاها دي هتقرا الكلام ده؟ طب لو قريت الكلام ده هيعجبها؟ يعني بيعملوا بيه ايه كمان؟ بالظبط. فاهم ازاي؟ طب انا هل بكتب بس عشان خاطر الجامعه بره تديني الدرجه، وبعد كده امم انشر الرساله كتاب، وبعد كده تمام كده انا كويس، وانا كده فدت يعني انا كده اوكي عملت افاده للعلم بصراحه يعني. اكيد في افاده للفكره ان بعد كده ممكن الناس تيجي تنتقد الشغل بتاعي او تكمل عليه او تبني عليه او وهكذا يعني. لكن في ناس بقى تانية شغالين معاها يعني في مجتمع، يعني انا بظن يعني، ودي يعني مش كلمه مش وعظ ولا حاجه يعني، لكن فعلا في ناس فعلا احنا مسؤولين عنها، مسؤولين بمعنى ان احنا الناس دي ادتنا من وقتها، ادتنا من مجهودها، ادتنا من قصصها يعني. حتى ما واحد بيحكي اصلا القصص دي في حد ذاتها فيه يعني حاجه بيخرجها من جواه. امم دي انا بحس على طول ان في يعني كده ايه دين كده يعني لازم يعني مش بيترد باشكال مختلفه يعني. فانا لقيت ان اللي انا اقدر اعمله كواحد يعني مهتم بالحته دي، اني على الاقل يبقى في مكان جوه شبرا بعد كده. حتى بعد كده انا لو سبته، او الناس حتى اللي موجوده دلوقتي سابته، وهو الناس كلها اللي موجوده كلنا يعني شغالين بشكل تطوعي كاملا يعني. انا بقى لو في مثلا ساعات مثلا ممكن منحه تيجي فتظبط الدنيا شويه، ساعات المنحه بتخلص فالدنيا بتقع شويه، لكن بشكل عام في كده يعني زي ليجاسي كده موجوده في المكان، انه لا احنا يعني لما بنعمل بحث معين احنا لازم نشاركه مع اهل المنطقه. وطبعا ده مش سهل يعني، ده اللي انا بقوله ده مش طبعا. حاجه ورديه طبعا، لان في الاخر برضو انت يعني ودي اللي يمكن زي ما بيقولوا التناقض اللي في الموضوع، ان نفس الناس اللي بقى عندها قصص، كل واحد لو قعدت معاه حرفيا، اي حد لو قعدت معاه في اي حته في الدنيا يعني، لما بتكلم مثلا عن شبرا، اي حد قعدت معاه ممكن يقعد يحكي لك تاريخ شبرا ده من وجهه نظره هو يعني، يقعد امم يقول المكان ده كان كذا، وكان في جنينه كذا هنا ومش عارف ايه امم
وكان بس والشارع ده كان فيه بس زمان عربية واحدة، وكنا كلنا يعني فاهم قصدي قبل تلاقي ما بنقعد مع اجدادنا كده ويقول لك يا ده هنا كان مش عارف فين وقفل وفتح مكانه كذا كان الناس دي هي اللي بتديك الحكايات، ومن غيرها مفيش حكايات. بس بقى التناقض في ان انت لما تيجي بقى تترجم الحكايات دي لكتاب مثلا، او بتيجي تترجمه مثلا زي ما عملنا حاولنا نعمل ده البودكاست، فبتشوف او بتحاول تجرب كده. طب هل الموضوع ده هينجح؟ يعني هل مم. هنعرف نرجع تاني قصص للناس بشكل مختلف، بشكل، او مش بشكل مختلف، بشكل اعاده ترتيب للقصص دي؟ فاهم قصدي؟ ايوه. يعني مثلا لو مثلا وقت الواحد بيعمل شغل الترام، ففي ناس حكت لنا قصص مثلا معينه عن ليه كانوا بيركبوا الترام وازاي ومش عارف ايه وكده، لاسباب مختلفه كتيره جدا. فهل لو رجعت لهم القصص دي جمعتها كده في حلقه بودكاست مثلا عن الترام مثلا، كانت حلقه سميناها غرام في الترام مثلا، مم. فمع الناس اللي كانت يعني مصاحبين مثلا ويركبوا الترام عشان تعملوا. بطيء، بياخد اه. وقت مثلا، بيقضوا وقت حلو في الترام، وكم بكام يعني، زي ما انت قلت بربع جنيه، وزمان كان اقل من كده بكتير. امم. فهل ده يعني لو رجعناه بقى في صيغه بودكاست او حلقه، وركبنا عليها مثلا ناحيه تاريخيه عن فكره الحب مثلا والاماكن العامه، وحطينا شويه عارف ايه طبقات كده من التحليل شويه، ولو مش حاجه يعني مش حاجه مجعلصه سياق يعني، كده معين. بالظبط، هل هيعجبهم ده؟ فده امم. تحدي يعني، دي ده اللي احنا بنجربه دلوقتي. يعني احنا جربناه في مشروع ترام، الى حد ما نجح شويه، لكن برضو بتقيس النجاح ازاي ما اعرفش يعني، مش عارف امم. فعلا اقيس نجاح من عدم النجاح ازاي. بس هو ده التناقض اللي احنا شغالين عليه، ان نفس الناس اللي بتديك القصص دي هي نفس الناس اللي انت مطالب ان انت ترجع لها القصص دي تاني بشكل مناسب ليهم، وبشكل كمان ما يديهم حقهم كمان في القصص دي. وده يمكن زي ما دي بقى المشكله اللي بقول لك عليها بتاعت الاكاديميين يعني، او الناس اللي بتعمل ابحاث، ان في اغلب الوقت بيواجهوا المشكله دي، ان انت بيعملوا البحث وبيجمعوا القصص، وبعد كده بيكتبوا، وبعد كده بينشروا، وبعد كده مفيش بس دور للناس اللي اديتهم القصص دي في الاول، مش بيعرفوا يرجعوا لهم تاني. دي مش مشكله في الباحث يعني، مش مشكله في الانديفيدوال مشكلة ريسيرش، النظام نفسه بالأكاديمية أظن. هو النظام نفسه كده صح؟ يعني. وده للاسف يعني، ده النظام امم. الاكاديمي يعني، شئنا هو كده. وفي ناس يعني، في بعض المؤسسات بتحاول تعمل غير كده، بتحاول تغير ده، بس تاني بيعتمد على لو في مدير للمؤسسه دي جه او جت يعني لمده 4 سنين بيحاولوا يغيروا ده، لكن وانس ان المدير ده مشي الموضوع خلاص. بيرجع. ده الاصل، ده الطبيعي. بس فهو ففكره ارشيف شبرا فعلا يعني بنحاول واحنا بنشتغل، بنحاول نشوف حلول لده، يمكن مش بشكل يعني مباشر، بس احنا بنجرب من خلال المشاريع. يعني المشروع الاول بتاع الترام جربنا من خلاله، عملنا معرض جوه شبرا. صراحه مش ناس كتير قوي جت من داخل مم. شبرا يعني، من اهل المنطقه، لان برضو موضوع مش. جديد برضه بالنسبة لهم. عملنا تاني بالمشاركة مع مدرسة خزانة للتراث، برضو مكان مهتم برضو بالتراث والأرشفة وكده. عملنا ورشة عن شبرا الترفيهية، الأماكن اللي كانت وما زالت أهل شبرا بيقولوا عليها مرتبطة بالترفيه، امم. سواء سينمات بقى قديمة، مش عارف قهاوي، مش عارف إيه. حاولنا نعملها جوه شبرا، فأجرنا قاعة أفراح. كنا والله. أجرنا قاعة أفراح كانت سينما، يعني شبرا كان فيها سينمات كتيرة اوكي. زمان، فأجرنا قاعة أفراح كانت سينما. فحتى واحنا بنحجز قاعة الافراح دي في شبرا يعني في المظلات، يعني اللي بيأجروا لنا يعني هم مش يعني قالوا لنا يعني دي حفلة تخرج يعني، فاهم؟ دي طبعا ايه بالظبط هتعمل يعني. بيها ايه؟ هتعمل ايه في قاعة الأفراح؟ بالظبط. فحتى مش عارف، كنا لازم نمشي الساعة 3 باين عشان في فرح بعدين الساعة 5 حاجة. فبرضه الموضوع غريب، لكن انت بتحاول يعني، انت بتحاول تستكشف لده. ممكن ما نوصلش لحاجة، لكن ممكن فعلا بجد، ومش شعار وخلاص يعني، لكن فعلا هو الباشن او الشغف يعني، بس بمعناها فعلا، مش بالمعنى مم. اللي بيستخدم عمال على بطال، لكن فعلا في الرحله اللي احنا بنعملها دي، اللي هو احنا بنحاول نستكشف ايه الطرق اللي احنا ممكن نوصل بيها للناس اللي هم اساس اصلا الحكي واساس القصص.
يعني فاهم قصدي؟ ونرجع لهم القصص دي بشكل او باخر. فاخر حاجه اقولها يعني في الحته دي، انه لقينا ان فعلا فكره البيت كارشيف او ارشيف البيوت ده هو فكره حلوه جدا، لان الناس كلها عندها في بيوتها، زي ما انت كان جبت خدت معاك حاجات كده مهم. واخترت حاجات معينه. الناس كلها بتختار حاجات معينه، في ناس في بيرموا حاجات، بس لازم يخلوا حاجات في البيوت، سواء على سبيل البركه او على سبيل ان هم عايزين يفتكروا حاجات زمان، او على سبيل ان هم مهتمين مثلا ان هم يتواصلوا. يعني في بعض العائلات مثلا، يعني بجد، ودي شفتها كذا، شفتها حتى في عيلتي وانت اكيد ممكن تكون جربتها، ان مثلا لو في قعده عائليه كده، الكلام يعني لو الحوار ميت، لو مفيش حاجه نفتحها، لازم تلاقيهم بيرجعوا لقصص قديمه. ايوه. مش عارف فاكر في المصيف عملنا ايه، او فاكر مش عارف ايه لما جبنا مش عارف البطيخه وكده، فاهم؟ حتى لو نفس القصص هي بترجع تتعاد تاني. بالظبط، فاهم؟ والضحك بيطلع هو ليه هو في اعاده دي مهمه دي، يعني ان في اعاده القصص دي هو فعلا فيها السوشيال تايز او الروابط الاجتماعيه بتبتدي يعني يعاد انتاجها من خلال ان انت بتحكي حاجات قديمه، من خلال ان انت مهم. بتفتح صور قديمه. فهو مش بس حفظ الذكريات القديمه دي اللي انا كنت عايز اقوله، الصور القديمه او شرايط الكاسيت القديمه والحاجات دي، او شرايط الفيديو مثلا اللي عليها الفرح والناس بتحولها لسيديهات او بتحطها مم. على كمبيوتر دلوقتي. مش بس ان هي بتحفظ التاريخ او بتبص على التاريخ، لا هي كمان بتحكي الحاضر، او مش بتحكي الحاضر، هي كمان بتحاول توري كمان ليها عامل للحاضر، ليها تأثير كمان على الحاضر بتاع العيلة دي. فاهم قصدي؟ من خلال ان هم بيحكوا القصص دي، فبيحاولوا يعملوا إعادة إنتاج للروابط يعني اللي بتحصل. عشان كده المشاريع دي مهمه جدا، لانه زي ما انت قلت بالظبط هي محاوله. واللي انا شايفه انترستنج ومهم ان هو ما فيش محاولات بتحصل، وبالتالي احنا مش عارفين هل ده فعلا هيبقى مفيد للناس، هل في طرق مختلفه او هيوصلنا لايه. وعشان كده انا فعلا يعني مبسوط جدا بالشغل اللي انتوا بتعملوه، لان هو جديد علينا ومهم بالنسبه لنا. وكمان في حاجه يعني فكرت فيها وانت بتتكلم دلوقتي، ان انت بتقول يعني انت من شبرا اصلا، واهلك من شبرا، وبتعمل مشروع بيحاول يأرشف حي او احياء في شبرا واحياء حواليها. ومع كل ده انت بتقول انه انا مش عارف اللي انا بعمله ده هيبقى في الاخر مفيد للناس اللي هم اصل الماتيريال نفسها واصل الحكايه ولا لا. مقارنه بقى بالشغل الاكاديمي بالذات، اللي هو بيبقى فيه بني ادم كده في الاخر، او اكتب بيبقى بني ادم ابيض بينزل باراشوت كده في مكان، ويبتدي يعمل شغل ويرجع بشغله ده، ويدير الجامعه ويعمل كل الحاجات الاكاديميه الطبيعيه، بدون مراعاه بقى للناس نفسهم، بدون مراعاه للناس اللي هو بيشتغل معاهم. حتى مش لازم بني ادم ابيض بس، يعني حتى في عرب، حتى في عرب امريكان، عرب كنديين، او ناس قريبه من المنطقه، يجوا يعملوا شغل المنطقه ويمشوا من غير ما يبقى ليهم اظن دي حاجه مشكله كمان في الانثروبولوجي والعلوم دي بتحصل كتير. بس كنت حابب اعرف رايك انت، هل انت ملاحظ الموضوع ده برضو بيحصل زي ما انا ملاحظه كده؟ وكمان في الفيلم بتاع اللي هو من مير الى مير ده، الفيلم ده عجبني جدا. الشخص اللي عمله كانت اظن هي اهلها كانوا من مير، بس هي كانت عايشه مش عارف في امريكا او حاجه زي كده. كان مش ما اقدرش اخبي انه في اخر الفيلم اتضايقت بصراحه، لانه حسيت الحته دي قوي. حسيت حته حد جه اخد قصص، اخد حاجات، مشي، ما شاء الله الموضوع بقى فيلم واتعمل في نتفليكس. وبعد كده لما كان بالذات لما الشخص رجعت لمير واكتشفت انه واحد من الناس اللي كانت بتصور معاهم مات، اللي هو كان طفل، كان طفل ساعتها اسمه روماني ومش فاكر مات ليه، بس مات. مش عارف، اتأثرت جدا وحسيت ان هو الناس بقى اللي كنت بتصور معاهم دول ايه سياقهم ولا ايه قصتهم بره ان هم كانوا جزء من الماتيريال بتاعت المشروع بتاعها. فاهم قصدي؟ فاهمك، فاهمك اكيد يعني. بص، هو دي يعني دي بيقولوا ايه، ودي في متسميه كده حتى الخطيئه الاولى للانثروبولوجي، امم. صح؟ الاوريجينال سين اوف انثروبولوجي، اللي هي ودي فعلا زي الخطيئه الاولى كده بتاعت ادم وحواء، اللي هو شغالين بنكفر عنها لغايه دلوقتي. هو فعلا لك لازم انه تعملها.
انه الانثروبولوجي يعني كديسيبلين او كمجال دراسه، يعني هو ابتدى كده، ابتدى بناس جايه مع قوات احتلال معينه او استعمار او ايا كان، بتيجي بتدرس المناطق دي، سواء بقى ان هم مخابرات مثلا بيدوا معلومات للقوى المستعمره، او هم امم. جايين كده بس بحسن نيه. بس يعني الاستعمار الأوروبي يعني للعالم يعني سهل شغل الأنثروبولوجيين الأوائل يعني، امم. ده بشكل أكبر، بشكل مباشر أو غير مباشر. فده كل الناس دلوقتي معترفة بيه. يعني ده يمكن ممكن من الثمانينات مثلا أو بشكل خاص يعني، مع فكرة إدوارد سعيد والاستشراق والكلام ده، يعني تمام. لكن آم، المشكلة إنه، ودي على طول بقولها يعني، يمكن عشاق إدوارد سعيد ممكن يزعلوا مني شوية، هما لكن كتير، خد بالك. آه. لكن فكرة انه في الاخر، يعني في الاخر انه تمام، يعني مثلا الناس اللي بتنتقد الاستشراق، او الناس اللي عايزة تقول يا جماعة احنا في الميدل ايست او الشرق الاوسط او في مصر بشكل خاص، احنا ناس مش زي ما انتم فاكرين، احنا يعني واحنا بننتقد مثلا بنحاول يعني الناس بتشتغل حتى سواء بيض او غير بيض، يعني بيجوا ينتقدوا الصور النمطية عن مصر او عن الشرق الاوسط، صح؟ وهم بيكتبوا. مهم. وده شغل جميل وده مهم طبعا، يعني لل... 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 زي ما بتقول كده لمناهضة الصور النمطية عن الرجل العربي مثلا، اللي هو مم. شخص سلطوي بيضرب الناس كلها ومش عارف ايه، وبيتجوز 40 واحدة والكلام ده، تمام. اه. لكن في الاخر يعني ده برضو ده بقى اللي ممكن يزعل الناس، يعني مش يزعل الناس بس دي حقيقه، بس هو في الاخر ده بيتكتب ليه؟ يعني مين المعني؟ زي ما قلت السؤال الازلي احنا بنكتب ده ليه؟ يعني الناس اللي بتكتب بقى بالطريقه دي، اللي هو ان مم. احنا فكره اللي احنا ضد الاستشراق او ضد النمط، الصور النمطيه، في الاخر للمجتمع الغربي. مم. يعني في الاخر ده بيتكتب للقارئ الغربي، اللي هو مثلا ممكن يبقى ايه، كاوبوي اللي قاعد في الميد ويست، فاهم اللي هو ايه. اللي عنده آه، الصورة النمطية من الآخر، مش الشخص فاهم قصدي؟ لو الأساس فاكر الفكرة. مصر الاهرامات والخيم اه. والجبال كده، فده بيتكتب ليه هو، او بيتكتب للتاني للجامعات الاوروبيه او الامريكيه، فاهم قصدي، اللي هي مهتميه اكتر بمناهضه مثلا فكره اللي هي الجامعات الكريتيكال او النقديه، يعني اللي مهتمه مثلا بمناهضه او ضد مثلا فكره الاسلاموفوبيا مثلا، مم. اوروبا. بس المشاكل دي مشاكل اوروبيه يعني فاهم قصدي، يعني الاوريجينال سين اوف انثروبولوجي او الخطيئه الاولى للانثروبولوجي اللي انت بتقول عليها، هي مشكله بتاعت اوروبا مش بتاعتنا احنا. مم. بس احنا كناس، ودي اعتراف يعني، فاهم على الهوا، بس احنا كناس بندرس بره في اوروبا وفي امريكا، احنا مش بننجر، بس احنا يعني في فكره العلوم الاجتماعيه بشكل عام ازاي بدات، وان احنا بنحاول نبقى ننتقد دوت، صح. فاحنا دراستنا بتجبرنا ان احنا على طول نقعد بنحاول ننتقد ايه الغرب يعني الغرب بيقول ايه علينا، واحنا بننتقد الغرب بيقول ايه علينا ده. فاهم قصدي؟ لأن أنت فبالتالي تحولت بقيت جزء من المجتمع ده، يعني أنت لما أنت بتسافر دلوقتي ألمانيا وبتشتغل على الحاجات دي، ما أنت غصب عنك زي ما بتقول لك انجريت للحاجات دي. بالظبط، فانا غصب عني لازم اقول ايه، وانا بكتب، انا بكتب بالانجليزي، طب انا بكتب مم. بكتب يعني، فانا مثلا مثلا الدكتوراه بتاعتي كانت عن الاباط مثلا المسيحيين، فانا مثلا ايه وانا بكتب لازم، يعني هو لازم ان انا اجيب صور نمطيه عن الاباط مثلا في مصر، من حاجات من كتابات غربيه او اعلام غربي او ايا كان ايه هو يعني، بس كتابات حتى اكاديميه اتكتبت بشكل استشراقي زمان مثلا، مم. وانتقدها. صح. وانا بعمل ده، السؤال بقى انا بكتب لمين؟ يعني انا بوجه رسالتي لمين؟ طبعا زي ما قلت لك للاعلام الغربي او جامعة بيسموه غربية. الاوبينيون الغربي، اللي هو الراي العام الغربي، او مم. للجامعه او فكره الادبيات الغربيه عن الموضوع اللي بكتب عنه، صح. وده مش غلط، بالعكس ده مهم جدا 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 كمان. زي الفيلم اللي انت ذكرته او افلام تانية مثلا، مم. او
حاجات تانية، او حتى مثلا حتى افلام يوسف شاهين مثلا، اللي هو ساعتها فيلم من فيلم الاخر مثلا بتاعه، لما حتى استضاف في اول فيلم ادوارد سعيد، جاب ادوارد سعيد نفسه في الفيلم. امم فكره الاخر وكده، فكره ده مهم جدا عشان ان انا اوصل فكره، لا يا جماعه احنا مش متخلفين، لا احنا كويسين، لا احنا كذا، لا احنا كذا. بس وانت على طول في حاله الدفاع عن النفس دي، انت بتنسى ان هدف. الناس اللي انت بتكتب عنهم اصلا عشان بتدافع بيهم، يعني انت بتدافع عنهم، بس ساعات اصلا بتنسى تكتب لهم هم. امم فاهم فاهم قصدي قصدك. ايه؟ فدي المشكله بقى، يعني دي المشكله اللي اللي هو يمكن. التركيز بتاع الاساس نفسه راح في حته تانيه خالص. بالظبط. يعني انت تمام، انت عملت اللي عليك ان انت بتجمع قصص الناس عشان تاخدها كده، وانت ايه في كتابك او في رسالتك الدكتوراه او كده بتنتقد الغرب، صح؟ لكن وانت عمال تنتقد، ما انت برضو ايه، انت خلاص انت خدت قصصهم وبتنتقد بس قدامك بقى بتنتقدهم. طب ما انت الناس بقى اللي انت جمعت قصصهم دول ورا راحوا فين بقى؟ من فاهم امم قصدي؟ امم فيمكن ده اللي حتى كتبته في الكتاب بتاعي اللي هو الدكتوراه، يعني انه ده ان مهم ان انا ارد على الغرب وارد على يعني assumptions بتتقال عن المسيحيين او الاقليات المسيحيه في الشرق الاوسط او كده، مهم. ولكن وانا برد لازم ما انساش الناس اللي انا بكتب عنهم اصلا. فهو يمكن كان سيلف ريفليكشن، او حتى كان نقد السيلف كريتيك، يعني كان نقد للذات كمان وانا بكتب يعني. وده في ارشيف شبرا كمان، يعني نرجع بقى لارشيف شبرا، دي الفكره كمان انه المهم كمان تمام ان احنا نكتب عن شبرا من وجهة نظر اهل شبرا. ودي امم يمكن برضو من ضمن زي ما عمال بقول مناهضه كتير النهارده، بس مناهضه الاستشراق برضو، فكره ان انت تكتب عن الناس من وجهة نظر الناس، صح؟ من وجهة نظر ان انت، لا، ان انت الناس هي اللي تتكلم، مش الناس لازم يبقى ليهم صوت ومش عارف ايه، والشعارات الجميله دي، وهي فعلا جميله مش تريقه يعني. ولكن وانا بكتب عن الناس من وجهة نظر الناس، لازم اعرف ان انا بكتب لمين بقى. يعني فاهم قصدي؟ مش للناس في الاخر، معظم امم الحاجات مش للناس. ففي ارشيف شبرا بنحاول ان احنا لا، نوري صوت الناس نطلعه، ولكن في نفس الوقت واحنا بنكتب او احنا بنشتغل، احنا حاطين في دماغنا ان احنا شغالين على او ليه الناس برضه اللي بنشتغل معاها. يعني الناس هي جزء اصيل، مش بس من اصدار المعرفه اللي هو بعد كده بيستخدم في الرد على الغرب وكده، لا، كمان في اصدار المعرفه وفي مناقشه المعرفه دي كمان، في مناقشتها بعد ما مرحله الاصدار. خلاص. فاهم قصدي؟ يعني بعد ما بنعمل الكتاب، بعد ما بنعمل بودكاست، بعد ما بنعمل المعرض، هم جزء في ده كمان، جزء امم مستمر. مش بس مجرد ان هم بيقولوا لنا رايهم وخلاص، لا، احنا في مرحله بناء الارشيف بتاع شبرا. يعني نرجع لاول حاجه خالص قلتها، هي بناء مستمر من خلال خناقات ممكن تحصل، صح، بيننا يعني بين الناس اللي بتشتغل في ارشيف شبرا، او الناس مثلا اهل المنطقه، خناقات يعني على لا ده نقاشات يعني. بالظبط، النقاشات ده انا قصدي كده، لا انا مش قصدي كده. امم فالنقاشات دي لازم تحصل عشان فعلا نكسر فكره الاكاديميا اللي هي اللي هي مهمه تاني للرد على الغرب وكده، مش امم عيب. ولكن في ناس تانية، وفي يعني عوالم تانية ممكن نكتب لها. مش بقول نكتب عنها، احنا بنكتب عن الناس تمام، بس نكتب لها كمان واحنا بنكتب، عشان يبقى في كمان يعني مرحلة إصدار أو بناء المعرفة يكون كمان في حاجة نوع من أنواع التشاركية، كمان تشاركية فعلية بقى، مش بس تشرقيه. تشاركية. تشاركيه اه. كيف أو كده دخلت في كلمة استشراق شوية صراحة، بس حلوة تصدق، ممكن الواحد تشرق. يطلعها في تشاركيه. ما بين تشرقيه. شرقية واستشراق. بس لا دي النقطة مهمة جدا، بالذات كمان الحاجة اللي انت قلتها، يعني الحاجة النادرة في مشروع بتاع أرشيف شبرا هو إن في سبيس، يعني في مكان الناس تقدر تروحه وتقدر ترجع له، وتقدر ما اعرفش اهلك تقول عايشين في المكان ما زالوا، بس هو يعني هو مفتوح طول السنة ولا هو بيفتح في أوقات معينة وبيقفل؟ لا لا، مفتوح. يعني احنا ساعات بنعمل كورسات عن برضو التاريخ الشفوي والأرشفة وكده. ساعات يعني دلوقتي واخدين، يمكن بعد الكتاب لسه نازل في معرض كتاب، والبودكاست برضو لسه نازل، فيمكن واخدين بس راحة كده شوية، ممكن لغاية بعد رمضان. بس يعني مكملين في المشروع الجديد بتاعنا اللي هو هنفتتحه بالمعرض في الجامعة مم. الأمريكية من أسبوعين، اللي هو البيت كأرشيف أو أرشيف البيوت.
وهنكمل بقى بشكل تاني برضو على حسب الدعم، على حسب الناس اللي تكون ممكن مهتمة إن هي تنضم لينا يعني. بس حسب فهو تسهيل. مفتوح على طول، يعني في ناس على طول متواجدة. المكتب طبعا مش مفتوح كل يوم، لأن طبعا الناس الموجودة بتشتغل حاجات تانية، امم. لأنه زي ما قلت لك بشكل تطوعي أغلب الوقت. لكن بشكل تماما يعني عندنا الموقع برضو هننزله، يعني المفروض شغالين عليه، هننزله قريب، مع بس السوشيال ميديا موجودة وكله موجود، بنتواصل مع الناس بشكل يومي تقريبا يعني. وشغل مش سهل، ويعني محتاج فعلا عايز ناس تكون بتاخد مرتب تقدر قاعدة كل يوم تعمل الحاجات دي. ده بالظبط طبعا أكيد. صعب جدا. يعني بس ده انا بقى، لا اقول سوري. لا، دي حاجة أساسية طبعا. موضوع طبعا يبقى فيه يعني بشكل دوام زي ما بيقولوا في مهم. الوقت، يعني دوام بشكل كامل يعني. المشكلة ما بين اللي هي فصل الأكاديميا أو الشغل الأكاديمي والشغل اللي على الواقع. كان في فترة هنا كان في حاجة اسمها مينا فيلم فيستيفال، اللي هو مم. يعني إيه بالعربي؟ مينا اللي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنا مش عارف ترجم فيلم فيستيفال. مهرجان الفيلم، مهرجان فيلم صح، الشرق الأوسط. مهرجان الأفلام الشرق الأوسطية الشمال أفريقية. وكان في زي سيشنز كده بيعملوها قبليها عن مواضيع مختلفة. فكان في سيشن عن الاكرونيمز، او اللي هي الاختصارات اللي بنحطها، سواء اللي هو نستخدم كلمة مينا مم. كاختصار للمنطقة دي، مقارنة بكلمة سوانا. ما اعرفش تسمع عن الكلمة دي ولا لا؟ ساوث مم. ويست ايجيا، نورث افريكا، اللي هي جنوب غرب اسيا، وشمال افريقيا برضه. بالظبط كده، اللي هو اوسع واحسن، ولا بنفضل بمينا. وكانت كونفرزيشن انترستنج جدا. لكن اكتر حاجه كانت انترستنج بالنسبه لي هي انه الكلام ده فعلا زي ما انت تقول كله كده موجه للغرب، مش انا كشخص يعني انا ماشي، انا عايش هنا في كندا. فالوضع بقى بالنسبه لي داخل على بعضه شويه، ولا انا من هنا ولا من هنا لسه. او يعني انا من مصر بس، ولا انا عايش هنا بشكل دائم لان لسه معيش ورق يقعدني بشكل دائم، ولا انا عايش في مصر حاليا بشكل دائم. أم، فده بالنسبه لي ممكن يكون كلام مش موجه لايه تحديدا، بس هو كلام موجه للجمهور الغربي. لان مستحيل حد في مصر هيفرق معاه يقول انه مينا ولا هيقول سوانا. فبتحس كده ساعات بيبقى فيه غصب عن الباحثين، بسبب زي ما انت قلت السيستم والشغل اصلا ماشي كده، انت مش عارف توصل للبالانس ده. وبالتالي اللي انت تعمله مهم جدا، لان انت برضو جزء من التوبيك اللي انت شغال عليه، فيساعدك ان انت توصل اكتر يعني، او اتمنى ذلك يعني. يعني بص، يعني سريعا جدا برضه عشان ما عادش اللي انا قلته، بس الحل فعلا انه يبقى فيه اعتراف بكل حاجه، بمعنى انه اكيد امم. التاني المناقشات بتاعت الميدل ايست ونورث افريكا اللي هي المينا ريجن، لان هي برضه ليها اصول كولونياليه امم. وعملت اصلا مش عارف ايه، وبرضه هي جزء كده من الامبرياليه الامريكيه، وده اللي هو مهم. الشرق الاوسط ده، شرق الايه ووسط ايه وكل الكلام ده. صح، شرق اه. الميل بالظبط كده. عشان كده لغوا فكره الميدل ايست، ميدل امم. ايه، او بيحاولوا يلغوها يعني. فده مهم طبعا، يعني مهم لان انت بتقول، او حتى الناس بتنتقد حتى فكره دلوقتي اسلامك ستاديز، صح؟ امم. يعني ايه اسلامك ستاديز؟ ويعني ده هل تقصد بقى اسلامك ستاديز انهي جزء؟ تدرس الاسلام، ولا تدرس المسلمين، ولا تدرس الاثنين، ولا فاهم قصدي؟ امم. يعني الدراسات الاسلاميه برضه، يعني دي مناقشات في حاجات كتيره كمان. آه، فده مهم من ناحيه، من ليفل يعني. لكن الليفل التاني، ان احنا يعني هو الفكره في ايه؟ انه ده موجود، الليفل اللي انت بتقوله ده اللي هو النقد، اللي هو الحاجات المصطلحات الغربيه وكده، وان لا يعني مش ده اللي المفروض نوصفه ومش عارف ايه. ده موجود، ولكن ده مهيمن. بس هو مهم ان هو يكون موجود، بس مش لازم يكون هو اللي مهيمن بس، او مش لازم يكون هو اللي موجود هو بس، فاهم قصدي؟ ايوه. لازم يكون في مناقشات تانية، يعني زي ما انت قلت كده، هو مش فارق يعني الناس فاهم، لو سألت الناس ايه الشرق الاوسط ده، فاهم ازاي؟ الشرق الاوسط الجديد والشرق الاوسط ومش عارف ايه، يعني مش ده الاهتمام، فاهم قصدي؟ امم. زي برضو فكرة برضو كلمة العلمانية، أو فاهم الكلمات اللي هو برضو نقد برضو للعلمانية، اللي هي زي إن هي الغربية اللي هي مش غربية، شوية، اه.
فاهم قصدي؟ مفهوم الدين نفسه، يعني مفهوم كلمة دين، فاهم قصدي؟ عندنا في بلادنا يعني مختلف شوية، في يعني فاهم قصدي؟ اختلافات مختلف يعني يعني بالنسبة لنا حتى إن أنت كلمة علمانية ما ينفعش أصلا، يعني التاريخ نفسه، يعني السياق نفسه التاريخي بتاع فرنسا وبتاع أوروبا وشوية أمريكا، وطبعا حتى أمريكا مختلف عن فرنسا مثلا مختلف في فكرة، تماما فكرة فصل الدين عن الدولة والكلام ده. مم. فاحنا عندنا بقى انواع تانية مختلفة تماما. عندنا يعني عندنا فعلا الدنيا مختلفة تماما. تاريخ المسيحية في الشرق الاوسط يعني، مم. او في جنوب غرب اسيا، شمال افريقيا، تاريخ مختلف تماما عن التاريخ في اوروبا. يعني تاريخ مم. كنيسة اسكندرية وكنيسة انطاكيا والكنائس دي، حتى كنيسة مثلا اثيوبيا، وفاهم قصدي، دي مم. كنائس مختلف، تاريخها مختلف تماما عن تاريخ كنيسة روما مثلا، صح؟ او الكنيسه الروسيه يعني. فما ينفعش ان انت بقى تقول ان المسيحيه هنا زي المسيحيه هنا، ما مم. ينفعش تقول مثلا الاسلام في مصر زي الاسلام مثلا في السعودية. السعوديه. او شوف دي، انت جبت اقرب حاجه، انا كنت اقول لك مم. الصين، انت جبت السعوديه. التاريخ نفسه مختلف، صح؟ ايوه. فاهم؟ بالتالي انه الناس مفهومها عن الدين ايه، ده مهم ان احنا نوريه، صح مم. قصدي؟ بس احنا مهم نوريه مش بس عشان خاطر ننتقد تاني نظريات الغرب في الدين عندنا مثلا، لا، مهم ان احنا نوريه عشان نوريه للناس اللي بتتكلم عليه. فاهم قصدي؟ يعني هي فاهم الفكرة، انه مش بس يكون بغرض النقد مم. للغرب، ده مهم، لكن لازم يكون في زي تقول ايه ابروتشز تانية مختلفة، او يعني نواحي تانية، فاهم؟ او روافد تانية مختلفة للكلام بتاع اللي بنكتبه او اللي بنقوله. هو صعب جدا فعلا لانه يعني انا عملت ماجستير فاتحطيت في النظام ده شويه صغيره، كتبت كام ورقه مثلا بحثيه وكده. النظام نفسه معمول عشان انت تبقى كريتيكال، بكل تدور على حاجه وتعمل تبقى كريتيكال ناحيتها. فانت بالظبط. غصب عنك تقعد تدور على النظره مثلا السائده فعلا وتمسكها وتقعد تكريتيسايز الفكره دي، عكس ان انت بتقول ده اللي هو طب ازاي بقى اخد اللي هطلع منه بالكلام ده واوصله بقى للناس اللي هي اصلا معنيه بيه. بالظبط. للاسف السيستم، يعني السيستم معمول كده، مش للاسف بس هي حاجه كويسه، بس هي زي ما تقول ساعات بتاخد الحيز كله. هو بالظبط، هو بياخد اللي هو بياخد زي ما انت قلت، بياخد كل حاجه. يعني مم. فاهم ازاي؟ بيبقى مور ابيلينج، او عشان يعني ابيلينج للويسترن اودينس او مم. للويسترن كونتكست في الاخر، او يعني بيبقى اكتر مايل اكتر ان هو يبقى للسياق الغربي. خلينا نقول السياق الغربي بما فيه بقى من اعلام، راي عام، جامعات، انظمه سياسيه، كله. فاهم كله. قصدي؟ بس كنت عايز اسالك حاجه اخيره بس يعني ملهاش علاقه او ليها علاقه بس ملهاش علاقه في نفس الوقت بالمشاريع دي. بس عايز اعرف انت عموما مبسوط في المانيا؟ يعني عجباك المانيا حاليا وبرلين تحديدا؟ انا مش في برلين، انا في ماربورج. فين؟ مدينه صغيره جنب فرانكفورت كده. اه اوكي سوري، فاكر في برلين. في البوست دكتور بتاعتي دلوقتي. طب ما دي ممكن تكون مشكله اكبر كمان. بص، انا يعني في المانيا يمكن علاقتي فيها برضو مشتبكه زي مصر كده برضو، فاهم؟ اللي اه هو آه اللي هو مش عارف، في اغنيه بس نسيتها دلوقتي، اللي هو يعني في قربك بعاني وفي بعدك بعاني، حاجه زي كده يعني، مش اللي هي فاكر بتاعت ايه. عمرو دياب. لا لا لا، دي قديمه شويه، لا لا. لو قلت آه احبك اكرهك اسيبك لا انتهي. لا، يعني هي على نفس الفكره دي يعني، بس مش عمرو دياب، لا لا، حاجه اقدم شويه. آم، آه، يعني في ألمانيا يمكن مؤخرا ابتدى يبقى ليها علاقة، ابتدت تتبني يعني مؤخرا قوي مع الشغل الجديد كمان. إن أنا دلوقتي بقيت مهتم كمان بالوجود السوري في ألمانيا. امم. أصدقاء يعني سوريين، ودي يمكن بقى فعلا عايز أطبق فكر كل اللي إحنا كنا بنتكلم فيه ده في الموضوع ده، خاصة في الموضوع ده. امم. لأنه أنا يمكن 6 سنين في الدكتوراه شغال على موضوع بتاعي، يعني فاهم، المجتمع بتاعي، الأقباط، مش عارف إيه. فعارف اللي هو إيه، حتى منا في بعضينا كده، وبكتب بأريحية شوية، فاهم قصدي؟ ايوه. بكتب عن نفسي يعتبر يعني. وحتى الكتاب يعتبر شوية أوتو إثنوجرافي اللي قلنا عليها يعني. امم.
لكن دلوقتي بقى بتتكلم عن مجتمع تاني، يعني يمكن اللي يربطني بيه ناس، يعني فاهم قصدي؟ فانا يمكن دلوقتي يعني اذا كنت بعمل حساب اللي بكتبه قبل كده، ايراد دلوقتي مليون ايراد كمان، لان بكتب عن ناس مروا طبعا بازمات كتيره وما زالوا طبعا. فازاي اكتب عن ده تاني؟ بكتب عنه في سياق المانيا، لانه مع وجود السوري في المانيا، وكمان مع وجود كمان محاكمات يعني الناس من النظام ده في السوري في مهم. المانيا. ففي سياق جديد للسوريين في المانيا. فيمكن ده اللي ربطني يعني بالمانيا دلوقتي اكتر. شجعني كمان ان انا اكمل دراسه الالماني، يعني ان انا وقفت فتره من الفترات، بس دلوقتي لازم اكمل غصب عني. آم، وازاي فعلا اتكلم عن التواجد السوري او المجتمع السوري اللي موجود في المانيا فعلا باللي هم بيقولوه، وبكتب عشانهم هم، يعني فعلا مم. مش عشان حد تاني، عشان هم عايزين يكتبوا لمين، مش عشان انا عايز اكتب لمين. يعني دي برضو حاجه، دي برضو صراع نقطة حاليا. مهمة جدا. يعني فاهم قصدي؟ يعني طبعا في ناس كتيرة ممكن مثلا بتكتب عشان تنتقد مثلا الحكومة الألمانية في تعاملها مثلا مع اللاجئين مثلا، مم. وده مهم، ده مهم جدا برضه، فاهم قصدي؟ في الأكاديمية يعني. ولكن تاني لازم يبقى في حتة كده ان انت بتكتب برضه لمين، يعني لسه حتى يعني متوجس حتى اكتب اي حاجة دلوقتي، يعني بادئ من 4 شهور بس. خايف فعلا من ده، لان ده دلوقتي انت مسؤوليه كبيره جدا، ان ناس ممكن تكون مرت بازمات كتيره جدا في حياتها، سواء قبل او بعد طبعا. الثوره السوريه، ووافقت ان هي تديك قصصها. وفعلا في ناس وافقت انها تديني قصصها وتقول لي قصصها. فازاي بقى ان انا اكتب القصص دي بشكل يعني يكون يبقى عادل للتجربة عادل بتاعتهم. ليهم، يبقى ده مهم جدا. فعلاقتي بالمانيا يمكن اختلفت. قبل كده كانت علاقه عابره جدا، اللي هو الجامعه بس، فاهم قصدي؟ كان معظم الوقت كمان وانا في الدكتوراه كنت في مصر او في لبنان، يعني سواء بعمل البحث الميداني بتاعي، فما كنتش بقعد مم. كتير قوي يعني. وقت البانديميك كورونا يعني في 2020 كنت في مصر اغلب الوقت. فيمكن علاقتي ما كانتش قوي في المانيا. دلوقتي يمكن في علاقه مرتبطه فعلا، بان في بشتغل مع ناس هم خلاص المانيا بالنسبه لهم بقت هوم، بقت مم. وطن. فده يمكن مخليني افكر بقى فعلا في المانيا كوطن، يعني ممكن مش بالنسبه لي بس، من خلالهم هم اشوف ازاي ممكن اتعامل مع المانيا كوطن او كبلد هوم، يعني كبيت. اه، فهمتك. اجابه فلسفيه شويه بس بس حقيقه. بس ليها معنى يعني. بس فانت انت انت دي يعني انت قلت عملت دكتوراه في المانيا، فانت ما تعتبرش يعني اعتبرت قعدت كام سنه تقريبا في في المانيا؟ 7 سنة، 7 سنة بروح وبرجع، تروح بس مش وتيجي. 7 سنة أعيش في ألمانيا، لأني فعلا يعني مثلا بدأت في 2000 آخر 2016، امم. 2018 كلها كنت في 2017 نصها كنت في مصر، امم. 2018 كلها كنت في لبنان، ما بين لبنان ومصر يعني. 2019 نصها كنت في مصر، 2020 21 كنت في مصر، يعني معظم الوقت كنت في مصر يعني. فباجي فعلا يعني، فاهم؟ ما كنتش باجي كتير خالص، لانه هي امم. عندنا كان اول سنه بس هي فيها كورسز وكده. بعد كده انت بتنطلق، ده النظام في المانيا يعني، تنطلق تعمل اللي انت عايزه بقى، تعمل فيلد وورك، تعمل اللي انت عايزه. فيمكن ما ارتبطتش قوي، فاهم قصدي؟ امم. بهنا بشكل كبير يعني. ما يعني حابب يعني، حتى ماربورج اللي قاعد فيها حاببها، يعني مدينة صغيرة بس حاببها يعني. بس ما وكنت قاعد فيها قبل كده برضو من 4 5 سنين، بس ما ارتبطتش بيها زي ما قلت لك بشكل كبير. دلوقتي انا مجبر فعلا ارتبط بشكل كبير، لاني عايز اعرف فعلا فكره ازاي ان انت ترتبط ببلد مكان. تاني. يعني فانا يعني من خلال فعلا اصدقائي يعني اللي هشتغل معاهم سوريين، هم فعلا اللي يعني هيعلموني فعلا ازاي بيتعاملوا ده، لانه فعلا حتى بالنسبه لهم هم من خلال بقى تعلمهم اللغه. مش كده عايز اقول لك، عايز اكمل يعني دراسه المانيا امم. من خلال بقى الورق وتخليص الورق والقرف طبعا اللي انت عارفه كله بتاع الورق والكلام ده، وصحيان الساعه 4 الصبح عشان تروح تقف في طابور والكلام ده. هو اسوأ عندك بكتير كمان. بالظبط، فاهم قصدي؟ كتير جدا يعني. فده من خلال انا مريت بشويه من ده، لكن طبعا لكن من الاخر يعني انا كنت محظوظ اكيد، او طبعا. عندي يعني حظ ان انا في الاخر عندي فكره ان انا عندي بلد، يعني عندي امم. بيتي ومصر، وممكن ارجع اي وقت.
فاهم قصدي؟ هو عنده فمعنى ايه؟ مكان واحد بس محتاج يعمل فيه كل حاجه. لازم يعني انت مثلا لو انا مثلا ساعات كنت فاهم يعني يعني كنت هشتم دلوقتي، بس كنت عايز مثلا كنت ساعات مثلا كنت لو ورق بيتاخر او حاجه فاهم، كنت ممكن فاهم خلاص انا زمان مش هرجع فاهم قصدي؟ بجد. لكن تخيل بقى واحد فعلا ما عندوش الرفاهيه دي. ايوه. فعلا ده من اول الحاجات فعلا، فكره رفاهيه الرجوع دي حاجه يمكن يعني ناس كتيره جدا ما عندهاش فكره رفاهيه الرجوع دي. يعني حتى لو حد مثلا يعني خلاص قرر مصري، قرر ان هو يعيش للابد امم. بين قوسين يعني في اوروبا او في امريكا او كده، بس في الاخر في بص في حاجه جواه لازم يعني فاهم ازاي، لازم في حاجه ورا ودي فكره البيت فاهم. لكن فعلا بالنسبه للسوريين ودي حاجه يعني فعلا بجد يعني نفسي افهمها، لانه يعني ايه كده يعني امم. ف ف ف فعايز اتعلم منهم ده بشكل كبير. وطبعا عمري ما هفهم، يعني عمري ما هفهم اللي هم مروا بيه مهما كان، دي حاجه اساسيه يعني لازم احطها في دماغي، إن عمري ما هفهم طبعا. تجربتهم تماما. فعشان كده احاول على قد ما اقدر ان انا من خلال تجربتهم ومن خلال يعني فهمي الضيق لتجربتهم دي ابتدي ان انا احاول اكتب عنها يعني. لو تتعلم منهم ازاي، يعني ازاي هو فعلا انت مجبر تبدا حياتك في حته تانية، وازاي بتتواكب مع كل ده وبتكمل بقى بالظبط. بقيه حياتك وبتعمل هوم في مكان تاني تماما انت اصلا ما اخترتوش. بالظبط، وازاي لغايه دلوقتي بتتفاعل مع اللي بيحصل برضو، يعني اخرها مثلا زلزال مثلا اللي حصل. صح آه، صح. ازاي بيتفاعلوا مع ده، لان الناس عندها اهل وناس عندها ناس وشعب فعلا شاف كتير قوي، يعني حاجه فعلا يعني فوق احتمال اي حد، فوق احتمال امم. اي حد يعني انا ما اعرفش انا شخصيا لو مريت بربع بخمس اللي مروا بيه ده، انا فعلا مش هقدر اكمل حياتي يعني فاهم قصدي؟ فازاي بيكملوا، ازاي بيتعاونوا ازاي بيتعاملوا مع بعض، ازاي بيبصوا على بلدهم، ازاي بيفكروا في كلمة سوريا فاهم قصدي؟ فكل دي حاجات فعلا انا بحاسس ان المشروع ده على عكس مشروع الدكتوراه اللي هو كان اكتر حاجات انا عارفها من زمان من وانا امم. صغير، بحاول اشتغل عليها. ازود عليها شويه بس كتب وشويه حاجات واحطها في كتاب. لا دلوقتي انا بتعلم حاجه من الصفر، يعني بتعلم فعلا حاجات بشكل كبير من الصفر. وهي فعلا حاجه انا فعلا يعني المشروع الجديد ده انا فعلا بيورلي هتعلم منهم، يعني انا فعلا امم. مش حاجه ما عنديش اي خلفيه لاي حاجه غير حاجات كنت بقراها بس عن سوريا واصحابي بقعد معاهم على قهوه هنا في المانيا او حاجه وبفهم منهم الدنيا. لكن المشروع نفسه مبني فعلا على فهم معاني كتيره جدا منهم يعني. من خلالهم. بسبب المشروع ده اظن انت هتقعد حبه في المانيا، ولا هتروح اه وتيجي يعني برضه؟ المفروض دلوقتي في مرحله بس كده اللي هو لم الافكار وكده، امم. وان شاء الله يعني المفروض اقعد فتره يعني حلوه ان شاء الله. ان شاء الله. مينا، انا متشكر جدا على وقتك، انا اخدت من وقتك كتير. مش على عايز ايه؟ الف شكر ليك. ازعجك اكتر من كده. شكرا ربنا يخليك، شكرا جدا بجد يعني انا انا انبسطت انبسطت قوي اني بصراحه. اتكلمت معاك والله. انا كمان بجد.